السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناة فكرتنا في مطبخنا مع أفكارنا الجديدة صفاتنا المتنوعة. النهاردة هعمل معاكم طريقة عمل الحمام الكداب بالفراخ. معايا مقدار من أوراق الفراخ كده خلياها من العظم، وزي ما انتم شايفين كده أنا بوريكم أنا ازاي خلياها وسايبة فيها العضماية اللي من فوق. طبعا أنا لما بخلي الفراخ بتاعتي بشيل العضمايه اللي هي في الدبوس وما بفتحش الدبوس، يعني انا بسيب الدبوس زي ما هو كده، ودي دي راس الحماميه. يعني بسيب اللي انتوا شايفينها دي العضمايه اللي هي في اخر الدبوس عشان تبقى راس الحماميه. لو ما بتعرفوش تخلي الاوراق خلي بتاع الفراخ يخليها لكم عادي. معايا مقدار من الرز المغسول، معايا بقى التوابل مرقه فوريه وبابريكا وتوابل سبع وملح وفلفل اسمر وتوم باودر وبصل باودر وملح جوز الطيب، ومعايا ورق لوري وحبهان. معايا مقدار من البصل المفروم، معايا كده صينية على النار فيها معلقتين زبدة على معلقتين سمنة. هنزل عليهم كده بالبصلة المفرومة، وهشوح البصلة شوية لحد ما لونها يبقى اصفر كده والبصلة تدبل معانا. زي ما انتم شايفين كده البصلة دبلت معانا. هنزل بقى بالرز الابيض اللي انا كنت غسلاه. حطيت الرز واقلب الرز مع البصل، وانزل بقى بالتوابل بتاعتي كلها: البابريكا والملح والفلفل الاسمر والمرقه والثوم باودر والبصل باودر والبهارات السبع، وهبشر بلح جوز الطيب برضو على الرز. زي ما انتم شايفين كده قلبت الرز في التوابل والبصل. هبدأ بقى اطش الرز بمية سخنة كده مغلية، ومش هطش الرز اللي هو السوا الكامل، لا انا هخلي الرز يبقى داخل على السوا، يعني 3/4 سوا زي ما انتم شايفينه كده. هو كده لسه ما استويش، فاضله يعني 10 دقايق ويستوي. هبدأ بقى احشي الاوراق المخلية معايا اللي انا قلتلكوا عليها. زي ما انتم شايفين كده بفرد الورك على صينية او طبق، وهبدأ احشي فيه الرز. طبعا هحشي معاكو اتنين اوريكو ازاي بنحشيهم ونلفهم كمان. زي ما انتم شايفين كده بنحط الرز ونحشي من جوه. نحاول ندخل رز في قلب الدبوس كده اللي احنا مفتحناهوش زي ما قلتلكوا. طبعا كده خلاص انا مش هحط رز تاني، بقفل بقى الفراخ كده على بعضها. زي ما انتم شايفين كده هجيب بقى ورق فويل اللي هو ورق الاكل الحراري بتاع الاكل. ابدا احط كده، وابدا وانا بقفل اضم الفراخ على بعض، احاول اتحكم في الفراخ والرز واضم على بعض عشان يقفلوا على بعض. زي ما انتم شايفين كده بضغط جامد في الورق الفويل بحيث ان الفرخة تبقى مقفولة عليها الرز، وبلف وبقفل من ناحيتين. زي ما انتم شايفين طبعا كده بقفل من فوق ومن تحت. بضغط جامد عشان مفيش اي شوربة تخش جواها. هعمل معاكم برضو واحدة كمان. دي بقى الدبوس بتاعها مقفول كامل زي ما انتم شايفين كده. ببدأ احط الرز واحشي جوه الدبوس،
احط الرز جوه الدبوس. لو تلاحظوا ان انا بزيح الرز وادخله جوه الدبوس، عشان يبقى الحركة دي بتسهل معاكوا ان انتوا الحمامية تطلع في الاخر شكلها حلو، والرز يكون جواها بطريقة حلوة. ابدأ احشي الدبوس كده بالرز. بس كده، وهبدأ بقى اضم الفراخ زي ما قلتلكوا على بعضها برضو زي ما انتوا شايفين كده، وهبدأ بقى اتحكم في ورق الفويل، هو اللي بيتحكم في كل حاجة. ابدأ الف ورق الفويل واضغط عليه جامد، بحيث ان انا الفراخ بتاعتي تبقى مضمومة على بعض. ودي زي ما قلتلكوا العضماية دي بسيبها عشان تبقى راس الحمامية. واقفل من فوق واقفل من تحت واضغط جامد. هكمل بقية الكمية وارجع لكم تاني. طبعا زي ما انتم شايفين كده أنا كملت بقية الكمية. ابدأ معايا حلة مية مغلية على النار، احط فيها الورق الروري والحبان اللي كنت قايله لكم عليه، بيدي طعم جميل للشوربة. وابدأ بقى احط الحمام في الحلة كده يستوي، او الفراخ، بس هو اسمه حمام كداب. السوا بقى يعني ما بياخدوش نص ساعة ويستوي، يعني هي نص ساعة وهتلاقوها استوت، لان الفراخ طبعا انتوا عارفين ان الفراخ ما بتاخدش سوا خالص، واحنا الرز اصلا كده كده يعني مسوينه، ما فاضلوش غير 10 دقايق بس. وده كده برضو شكلهم بعد ما استووا، شايفين؟ حمامية حمامية يعني مفيش كلام. طبعا معايا هنا صلصة معلبة، معلقتين من الصلصة زي ما انتوا شايفين كده. حط بقى عليهم بهارات وتوابل وتوم باودر ومرقة. زي ما انتوا شايفين كده حطيت توابل فراخ، حطيت توم باودر، وهحط كمان مرقة فورية، وهحط بابريكا. التوابل دي كلها بتدي للصلصة طعم جميل جدا بجد. الصلصة دي اللي هنستخدمها ندهن بيها وش الفراخ عشان نحطها في الفرن. نحط بقى توابل 7 برضو، بهارات 7، وفلفل اسمر. حط بقى معلقة دبس رمان، دي اللي هتودي الصلصة بتاعتنا في مكان تاني خالص. معلقة دبس الرمان ومعلقتين زيت زي ما انتم شايفين كده. ابدأ اقلب بقى المكونات دي كلها في بعض، وادهن بيها الفراخ وادخلها في الفرن. بس كده الصلصة جهزت معانا. حط بقى على الحمام بتاعنا. طبعا كده انا دهنت الفراخ كلها زي ما انتم شايفين. هدخلها الفرن اديها وش من فوق، وهرجع لكم تاني. طبعا مش محتاجة اتكلم عن جمال الحمام بتاعنا، بجد شكله تحفة تحفة فوق ما تخيلوا. ما فيش حد يشوفه ويقول عليه مش حمام، حمام كداب اصلي يعني. طبعا قدمته معاكم كده مع الرز اللي احنا كنا مسويينه برضو. وجبة كاملة وطعمها تحفة بجد. اتمنى ان تكون الطريقة عجبتكم. متنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة، ومع السلامة.